من حوالي اسبوع لقيت البوكس الغامض ده وصلني الاستوديو، ما كنتش عارف ايه اللي جواه، ما كنتش متخيل ان المفاجاه المستخبيه هنا هتغير كل موازين الصوت اللي نعرفها. غمض عينك واسمعني كويس. الصوت اللي انت سامعه ده عاده بتسمعه في بودكاست عالمي او قناه يوتيوب مليونيه، وبيطلع من مايك تمنه بيعدي 30,000 جنيه. بس الصدمه ان الصوت ده خارج من المفاجاه اللي كانت في الصندوق. مايك تمنه $70 بس. اهلا بيك في غلطه الشركات الكبيره، المايك اللي خلى المعادله تختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. النهارده فتحنا الصندوق وطلع معانا الفايفين كي 688، المايك اللي قلب الموازين من 2022 ولحد النهارده، وتقدر تقول عليه انه وش السعد على شركة فايفين. النهارده مش مجرد مراجعة والسلام، في ناس كتير جدا راجعت المايك، بس النهارده هتسمع تجربة مختلفة تماما. هنحطه تحت اقصى ظروف ضغط، وكمان هنقارنه بمايك سعره يتخطى $700. انت متخيل؟ الفيديو ده يا صديقي هتشوف فيه اللي مش هتشوفه في اي مكان تاني باذن الله، فخليك معايا للاخر. بس قبل ما نبدأ خلينا ندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب. وخليني اقول لك الفيلم الهندي اللي حصل معايا عشان المايك ده يوصلني. تخيلوا ان الشركه شحنت المايك ده 4 مرات، وفي كل مره الشحن كان بيفشل ويرجع تاني للشركه. في الاخر اعتذروا لي وقالوا لي يا محمود احنا هنغير شركه الشحن، بس للاسف هنضطر نغير المايك ونبعت لك المايك التاني الاي ام 8 بداله، اللي هو المايك اللي بينور ار جي بي. انا قلت تمام خلاص، امري لله، هو مايك كويس برضه. وبعد مرور 10 ايام تقريبا وصل المايك. جيت افتح الصندوق بقى يا معلم وانا مجهز نفسي الالوان والرجب. لا مش رجب ده، رجب ده. المفاجاه بقى لقيتهم بعتوا الكيس 688، كأن المايك ده كان حالف يوصلني ويعاند الظروف عشان اعمل لكم الفيديو ده. وبما انه وصل بعد التعب ده كله، تعالوا نشوف هل يستاهل ولا لا. في مايك يودا عاشور اس ام 7 بي، مايك مشهور جدا وغني عن التعريف. اعتقد انتم عارفينه كويس، شفتوه عند اكبر اليوتيوبرز في اشهر البودكاستات وفي استوديوهات احترافيه. لك ان تتخيل ان اشهر بودكاست عالمي بيستخدم المايك ده. مايك تقريبا سعره 30,000 جنيه. المشكله انه عشان يشتغل اصلا ويطلع صوت مش هينفع توصله بالكمبيوتر على طول وتشغله، لا ده محتاج كارت صوت محترم ب $150 بالميت. ومش بس كده، ده صوت واطي جدا، فغالبا هتحتاج جهاز اسمه كلاود ليفتر ب $100 بالميت برضه. ده وظيفته يعلي الاشاره، يعني عشان تشغله انت محتاج باكج كده يدخل له في $700 بالميت، يعني معدي ال 35,000 جنيه مستريح بالميت خالص. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. والمايك اللي معانا النهارده ب $70 بس، وتقريبا نسخه بالكربون منه نفس الشكل، وبيشتغل على طول بدون تعقيدات بكابل يو اس بي معفن، وبيديك 90% من جوده ونقاوه الغالي. السؤال بقى اللي هيجنن اي حد عايز يشتري مايك، هل احنا عايشين في وهم؟ هل لازم ادفع $600 الفرق عشان اخد جوده صوت محترمه، ولا المايك ده قدر يكسر القاعده؟ النهارده هنكشف الحقيقه. خلونا نتفق ان فايفاي لعبها صح. اول ما تمسك المايك هتحس بحاجتين، الفخامه والهيبه. جسم معدني بالكامل ما عدا اجزاء بسيطه جدا. محتويات العلبه بسيطه جدا برضه، هتلاقي في الاول كتيب كده وطبعا محدش بيقراه. الله، وانا مالي يا لمبي؟ وهتلاقي بقى كابل يو اس بي تايب سي، كابل كويس نسبيا. وبعدين الوحش بتاعنا المايك. لاول وهله هتاخد بالك من حاجه هتبهرك، الشبه الكبير جدا جدا بينه وبين الشور. الشبه ده اعتقد يا صديقي انه مش صدفه ولا سرقه تصميم، ده رساله مقصوده من فايفاين. هم عايزين يوصلوا لك رساله انك تقدر تبدا السيت اب بتاعك باحترافيه، وتخلي المشاهد يحترم المحتوى بتاعك من اول نظره، من غير ما تبيع كليتك عشان تجيب معدات غاليه. بس طبعا احنا ما يفرقش معانا الشكل، المهم الجوده. وهتشوف كمان شويه اختبارات هتخلي المايك يعيط حرفيا. الحقونا الحقونا اغثونا اغثونا. المايك ده دايناميك، وقبل ما نتعمق في التفاصيل خلينا نجاوب على سؤال مهم جدا. يا حودة، اجيب ده ولا اجيب مايك كوندنسر زي الهايبر اكس؟ عشان اجاوبك لازم تفهم الفرق بين الكوندنسر والدايناميك ببساطه. المايك الكوندنسر حساس جدا، عامل زي اللمبه اللي بتنور في الاوضه، بيلقط صوتك وصوت التكييف وصوت ضبه النمله، ولو حد عطس في الشارع هيبان في التسجيل. وده عذاب لو غرفتك مش معزوله او بتصور في البيت زي حالاتي. اما الدايناميك بقى زي الكي 688 اللي معانا، فهو عامل زي كشاف الليزر، بيركز بس على الصوت اللي قدامه مباشره، وبيرفض اي صوت جاي من الجناب او الخلف. المايك ده يا صديقي انا حطيته تحت اقصى ظروف ضغط وبهرني صراحه، وهتشوف التجارب كمان شويه. عشان كده لو بتصور في اوضه نومك وجنبك شارع او مروحه، المايك ده هو طوق النجاه ليك. صراحه يا صديقي صوت المايك حاسسني اني بصور في استوديو. مش عارف انا ليه يا محمود حاسك بتطبل للمايك، يا الشركه دفعت لك كام؟ احب اقول لك يا صديقي بدون ولا جنيه، والشركه ما حطتش اي شروط، والفيديو ما تراجعش اساسا. الكلام ده انا بيعملني شخصيا وعن تجربتي انا. طيب تمام، الكلام النظري حلو جميل عليه سكر، بس احنا هنا ما بنطبلش. المايك ده هيدخل غرفه التعذيب دلوقتي. يلا بينا. سامعين الدوشة؟ دي كابوس أي يوتيوبر. حاليا بسجل بالمايك القديم بتاعي، ودلوقتي هجرب المايك 688 وتشوف.
وده بقى صوت الكيس 688. اعتقد انت سامع الصوت حاليا. الجودة بتتكلم عن نفسها، والصوت اللي انت سامعه ده حاليا خام بدون اي تعديل. على فكرة يا صديقي، انا حاطط المروحة جنبي مفيش بيني وبينها حوالي 10 سنتي، فاديك انت شفت الفرق وانت اللي هتقرر بنفسك. طيب بص كل الكلام ده ميشغلنيش. تعالى كده نشغل سماعة ستيريو جنبنا، ونشغل عمك المنشاوي، ونسجل الصوت ونشوف الدنيا هتكون عاملة ازاي. دي تجربة الصوت يا صديقي بالمايك القديم بتاعي. انا مش عارف دلوقتي الدنيا مظبوطة وصوتي واضح ولا لا، فانتوا اللي هتقرروا. تعالوا بقى نشوف الكيس 688. تمام، دي تجربة الصوت حاليا، وفي سماعة شغالة في الخلفية، ويعتبر جنب المايك بالظبط، يعني مفيش 2 3 سنتي. فانت هتقرر بنفسك وتشوف الدنيا عاملة ازاي وهتشوف الفرق. اعتقد كده احنا عملنا كل التجارب اللي المستخدم العادي محتاجها. اللي عاجبني بقى في المايك ده يا صديقي، واللي كنت مفتقده في المايك بتاعي، ان صوتي بقى هو المسيطر، واي دوشه بقى في الخلفيه سواء مروحه تكييف اي حاجه بقت مجرد وش بعيد جدا مش مؤثر على وضوح الكلام، وبشويه تعديل بسيط جدا لو في كلام واضح اقدر اشيله. ودي ميزه بقى المايكات الديناميك. المايك ده بقى يا صديقي جايب شوك ماونت مدمج، بس هل هو شوك ماونت كويس ولا اي كلام؟ اصل في مايكات اغلى من كده بكتير جدا مش بيجي معاها شوك ماونت، فبصراحه انا شكيت في قدرته. النتيجة بقى بعد التجربة، هو بيعزل الاهتزازات الخفيفة بامتياز، لكن لو خبطت جامد أو لمست جسم المايك الصوت هيوصل، بس هو مش حل سحري يعني، لكنه أفضل بكتير جدا من المايكات اللي بتيجي بدونه. وما أعتقدش إنه في مايك في الميزانية ديت بالذات في شوك ماونت. المايك الفايفاين اللي معانا ده يا صديقي جوكر، بيشتغل بوشين زي ناس كتير جدا اعرفهم. خلينا في المهم، تقدر توصل وصلة تايب سي يو اس بي زي ما انا عامل في البي سي او بلاي ستيشن. هتستمتع بمميزات حصريه. عندك بكره تقدر تعلي وتوطي منها الصوت، تحكم كامل في صوت المايك من ورا، تعلي وتوطي براحتك خالص. زرار الميوت زرار تاتش سريع جدا، حاسسني ان انا بروفيشنال قوي صراحه. بس عيبه ان اللمبه ورا الفلتر، فممكن ما تشوفهاش وانت مندمج في اللعب، يعني ممكن يفصل منك وانت مش حاسس، بس يعني ممكن صحابك ينبهوك. المايك جواه كارت صوت بيعالج الاشاره وبيديك جوده 16 بت، وده كافي جدا لليوتيوبرز. تمام، احنا كده شفنا الوش الاول للمايك. تعالوا نشوف الوش الثاني. الوش الثاني بقى الاكس ال ار، ده للمحترفين بقى. ممكن تجيب كارت صوت زي الفايفان اس سي 1 او غيره ووصله اكس ال ار. هنا الصوت بيبقى اعمق بكتير والنويز بيقل جامد، بس خد بالك الزراير اللي على المايك بتفصل نهائي، والتحكم بيبقى من الميكسر فقط. خد بقى التركه دي مني، المايك ده يقدر يشتغل بالكابلين في نفس الوقت، يعني ممكن توصله اكس ال ار بكارت صوت عشان تسجل بجوده عاليه، وتوصله يو اس بي بجهاز تاني لابتوب مثلا تسجل عليه نسخه احتياطي بيك اب، او توصله بي سي جيمنج وبي سي ستريمنج في نفس الوقت. ميزه مرعبه يعني. لو هتسجل بقى بالموبايل او الكاميرا لازم تاخد بالك من التركات ديت. عايز تسجل بالموبايل، الكابل اللي جاي في العلبه غالبا هيعمل نويز. الحل استخدم كابل الشحن الاصلي بتاع موبايلك، وقارن برضه شوف انهي الافضل. بالنسبة بقى للكاميرا، وصل كابل AUX من مخرج سماعة المايك لمدخل المايك في الكاميرا، كده المايك هيسجل جوه الفيديو على طول بجودة استوديو، ووفرت ساعات شغل. نيجي بقى لآخر الكلام والخلاصة، خلينا نمسك الزتونة. هل هو فعلا بنفس شهور المايك الجبار اللي سعره تخطى 35,000 جنيه؟ المايك ده فعلا يستحق لقب شهور الغلابة، واللقب ده مش عيب، بالعكس ده أكبر ميزة تسويقية ليه. إنك تاخد 70-80% من أداء مايك ب $700 وتدفع $70 بس، دي صفقة ما تتفوتش. أنت بتاخد خامات كويسة، عزل ممتاز، شكل احترافي، وإمكانية تطوير في المستقبل. لو أنت بتبدأ يوتيوب، بودكاست أو جيمر، وفر فلوسك، هات المايك ده والباقي طور بيه إضاءتك أو الكاميرا بتاعتك، لأن ده أذكى استثمار تعمله في 2026. لما توصل لشغل المحترفين وتبقى محتاج مايك زي الشور تقدر تشتريه، لأنه في الوقت الحالي أغلبنا مش محتاج إمكانياته. لأنك أنت لو تسألني في الآخر هل في فرق، بكل أمانة أكيد في فرق. المايكات الغالية في حتة تانية من ناحية التفاصيل الدقيقة جدا اللي مهندسين الصوت بس هم اللي بيسمعوها، لكن هل أنت كصانع محتوى على يوتيوب أو جيمرز محتاج الفرق ده دلوقتي؟ إجابتي الصادمة ليك هي لأ. لو عجبك الفيديو بقى والمجهود المبذول فيه، ما تنساش اللايك العنيف واشترك في القناة عشان تشوف فيديوهات أكتر إن شاء الله. وقولوا لي في الكومنتات هل الشكل فارق معاكم ولا الصوت أهم. وبس كده يا صديقي، والسلام.